ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ريفيو سريع عن منتجات جربتها لشعري. اول حاجه معانا وغني عن التعريف طبعا النوع السبراي ده من توست اند جو. طبعا باين قد ايه انا مستخدمه 3 ازايز عشان اشوف نتيجه. انا مبحبش احكم على حاجه من اول مره، لازم اجربها واجربها مده علشان اقدر اقول نتيجه حقيقيه. فعلا حلو قوي 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 في لوقف التساقط. النوع ده بالذات لوقف التساقط حلو قوي، وقف تساقط الشعر معايا فعلا. بيطول الشعر، بس عيبه الوحيد انه بينشف الشعر شويه. البيبي هير لا مش قوي، ولكن بيطول الشعر. ده من توست اند جو. روزماري، سيدر اويل، وبروتين الرز. زيوته فعلا طبيعية حلوة قوي. اي حد هيجربه هيعرف ان هو فعلا الزيوت بتاعته بيور قوي. شايفاه كسبراي او كزيت تقيل قوي اصلا حتى للاستخدام اليومي، يعني عشان ناخد منه نتيجة بشكل كويس يفضل ان احنا نستخدمه كحمام زيت. هير روتس، طبعا دي مش مشكلتي لوحدي، كل الناس اتكلمت في الحتة دي. مشكلتنا معاه ان هو بيخلص بسرعة جدا، العبوة بتاعته صغيرة قوي. بيبي هير بيوقف التساقط لكن طول مش قوي. ستاند جولد كريم، ريحته حلوة قوي، حجم العبوة حلو قوي، قعد معايا شهر كامل، وكنت بستخدمه في اليوم يعني كذا مرة مش مرة واحدة. وقعد معايا شهر كامل. انا بالنسبة لي حاسة معايا بينشف الشعر شوية، حاسة ان في كريمات افضل من كده، لكن هو ريحته حلوة قوي وحجمه مناسب. عايز يشوف نتيجة سريعة قوي قوي قوي، او يطول شعره بسرعة، او لو احنا عندنا مناسبة محتاجين نطول شعرنا بسرعة بجد، سورسري من اكتر المنتجات اللي بتطول الشعر. يعني احنا من شهر ونص لشهرين بالكتير قوي هتشوفي نتيجة، مش محتاجة تقعدي 3 شهور و6 شهور عشان تشوفي منه نتيجة. المشكلة الوحيدة بس بتاعته ان هو البادجت بتاعه عالي. في ناس بتقول ريحته وحشة، لا هو مش ريحته وحشة ولا حاجة، انا جربته بصراحة ريحته كويسة مش وحشة ولا حاجة. هو توم لكن مش بالعكس، يمكن انا شايفة ان ريحته كمان حلوة. ولكن زي ما قلت لكم هو البادجت بتاعته عالية شوية. امبولات الشعر من تتلو او تيتيلو، حلوة قوي، بتطلع بيبي هير جديد، بتنبت فعلا فراغات الشعر. فارقة معايا قوي وانا ماشية بيها الفترة دي، حلوة قوي قوي قوي. ولكن كطول لا، لكن انبات اللي عايز انبات فراغات او تتقل الشعر هي فعلا كويسة. واخر حاجة يا جماعة، عشان نشوف نتيجة لأي منتج، يعني ما نستخدمش اي منتج شهر 2 3 نقول لا ما عملش معانا حاجة، واحنا نكون مثلا مش بنهتم بصحتنا، ما بناكلش كويس، ما بناخدش الفيتامينات بتاعتنا، مش عاملين مثلا تحليل، مش عارفين ايه اللي عندنا نقص حديد، فيتامين د. ونرجع نقول المشكلة في المنتج. ممكن تكون المشكلة من عندنا احنا، مش المشكلة في المنتج، عشان نقدر نحكم عليه، عشان نشوف برضو نتيجة كويسة لأي برودكت سواء دول أو أي نوع تاني احنا بنجربه. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.